خلال الأسبوع الجاري، سيدة مطلوبة بموجب مذكرة بحث وطنية بتهم النصب والاحتيال. وقد جرى إلقاء القبض على المعنية بالأمر، وفق مصادر محلية، خلال عملية أمنية تتعلق بأنشطة مشبوهة في مجموعة من فنادق المدينة. وجاء ذلك إثر تواصل عناصر الشرطة القضائية بإخبارية تفيد بممارسة أنشطة الدعارة واستهلاك المخدرات في الفنادق المشار إليها. وقد أوقفت الشرطة خلال مداهمة الفنادق المعنية، وفق المصادر ذاتها، 11 مشتبها فيهم. وبعد تنقيط الموقوفين، اتضح لمصالح الأمن أن 4 أشخاص من مدينة بركان قد تقدموا، بحسب المصادر نفسها، في حق المشتبه فيها الموقوفة في هذا التدخل الأمني. ووجه الأشخاص 4 للمعنية بالأمر تهم إيهامهم بتوفير عقود عمل في فرنسا بمبلغ مالي فاق 10 ملايين سنتيم لكل من الضحايا 4. وقد تم إيداع المشتبه فيها، التي تتحدر من مدينة سلوان، ضواحي الناظور، والتي كانت متحوزة كمية من المخدرات عند إيقافها بسجن سلوان بعد متابعتها بتهم حيازة المخدرات وترويجها وإعداد وكر لممارسة الدعارة. وستتم إحالة المعنية بالأمر، بعد انتهاء الإجراءات القانونية، على مصالح الأمن في بركان للتحقيق معها بشأن شكايات المسجلة في حقها والمتعلقة بالنصب والاحتيال، إضافة إلى إعداد وكر للدعارة. الموقوفات معنية بمذكرة توقيف على الصعيد الوطني بعد شكايات في حقها بالنصب والاحتيال على راغبين في الهجرة.